السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم معايا في قناتي مقتطفات حلوة من كل مكان. معاكم أحمد. النهاردة هعمل لكم طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة والكريم شانتيه بطريقة سهلة جدا جدا ومميزة. تابع معايا الطريقة والخطوات. مكوناتي عبارة عن كوباية وربع لبن، كوباية وربع سكر، كوباية زيت، معلقتين كبار كاكاو خام. خفقنا كل المكونات دي كلها وضربناهم كويس جدا جدا في الخلاط، وصبينا كوباية على جنب من الخليط ده. حطينا على بقية الخليط 4 بيضات، معلقة فانيليا سايلة، معلقة خل صغيرة. ضربناهم كويس جدا في الخلاط. كنت مجهزة على جنب كوبايتين دقيق، عليهم كيس بيكنج بودر كاكاو كيك شيف، وقلبتهم كويس جدا وحطيتهم مع بقية الخليط اللي في الخلاط بالطريقة دي. قلبناهم كويس جدا، وكل تكتلات الدقيق نعمناها كويس جدا ومفيش اي تكتلات، وضربناها ضربة بسيطة كده في الخلاط. ممكن تبدلي بقى بدل الضربة البسيطة دي، ممكن تبقى إيه بالمضرب اليدوي بالبسبتيولا. كنت بقى مجهزة صينية دهنتها بالمادة الدهنية وبدردها بالدقيق بالشكل ده، وجبت الخليط بتاعي ورحت مفضياه في الصينية بالشكل ده. طريقة سهلة جدا وبسيطة ومميزة ومش محتاجة وقت. كنت بقى مجهزة الفرن بتاعي على درجة حرارة 200، وحطيته في الفرن لمدة ربع ساعة تلت ساعة بالكتير. مخدتش معايا وقت، كانت مستوية وجاهزة بالشكل ده. طبعا وعملت اختبار الكيكة بتاعي، حطت بوز السكينة طلعت ما فيهاش اي حاجة في العوالق في السكين. كنت بقى ركنت بقى الكيكة في جنب كده لحد ما اعمل كريم شانتيه. مكوناته عبارة عن كوباية كريم بودر، كريم شانتيه بودر، عليه نص كوباية سكر بودر، عليه كوباية مية متلجة. تمام. ضربناهم كويس جدا، مش هياخد وقت، حوالي من 3 ل4 دقايق بالكتير خالص. كانت القوام بقى ناعم وكريمي وهش، والفوم بتاع الكريم شانتيه ده تحفة، جميل جدا وطريقة سهلة وبسيطة. اخفق كده شوية حلوين كده بالطريقة ديت. بقى القوام بتاعي بقى جاهز بالشكل ده. تمام كده. كنت بقى الكوباية اللي انا ركنتها على جنب من صوص الشوكولاتة، حطيت معلقتين كبار كده وخفقت الكريم شانتيه بالطريقة ديت عشان يبقى كريم شانتيه بالشوكولاتة. تمام كده. قلبته كويس جدا كده بالطريقة ديت، والقوام بتاعي جميل جدا. ازاي احلى فوم لكريم شانتيه، واو، تحفة. بقى جاهز كده. كنت بقى الكيكة بتاعتي حطيتها بردت طبعا جامد جدا، كانت في التلاجة. رحت بقى حطيت الخليط بتاعي بالطريقة ديت وفردته بالشكل ده. ممكن بقى عاوزة تفتحي الكيكة من جوه، عاوزة التشكيل اللي انت حباه بقى. احنا علينا جهزنا الطريقة الشكل الكيكة كده والقوام كده وجهزنا كل حاجة بالطريقة دي. فردنا بقى كل المكونات كده، المكونات بتاع الكريم شانتيه كده. يا سلام بقى لما تحط الصينية دي كده كمان في التلاجة لحد ما الكريم شانتيه ده بقى يمسك كده على الكيكة. حطيت بقى صوص الشوكولاتة على فوق الكريمة، واحاول بقى ان انا افردها بالسباتيولا بالراحة كده كويس جدا كده. واو، جميل جدا. طبعا مفيش احسن بقى من ان انت تعملي حاجة حلوة زي دي كده في بيتك كده، وولادك حواليك مبسوطين وفرحانين انك بتعملي حاجة حلوة كده. بسم الله ما شاء الله، تحفة جميلة جدا. بدأت بقى انا اقطعها كده. طبعا الشكل التقطيع اللي انت حباها، طبعا المعتاد بتاعي المربعات ده حلوة جدا. عايزة تقطعها مثلثات، اوكي ماشي، كله جميل كله تحفة. اهم حاجة ال المقدار بتاعي مظبوط، طريقة حلوة. بسم الله ما شاء الله، هشة وجميلة وتحفة، حاجة تشرفك كده
في بيتِك وسط ولادِك قدّام جوزِك وولادِك وبيتِك، وحاجة بسم الله ما شاء الله، حاجة تفتح النِفس بصحيح، حاجة جميلة جدًا، أطعم قطعة جاتوه ممكن تاكليها في حياتِك، روعة وتحفة، وجرّبي بنفسِك ومش هتندمي إن شاء الله لمّا تعملي الطريقة دي وتجرّبيها. شوفي هشة إزاي وجميلة جدًا، وصوص الشوكولاتة غرقان في قطعة الكيكة، تحفة جميلة جدًا، ويا سلام بقى على الكريمة، مدّيها مذاق تاني وطعم تاني خالص. إيه الجمدان ده، إيه الروقان ده، إيه الطعامة دي، جميل جدًا، بجد تحفة، جميل جدًا. ما تنسينيش بقى بدعوة حلوة أمّا تعملي الطريقة دي وتجربيها، وما تنسينيش باللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد، واترككم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.